اهلا يا برج القوس. تعالوا نشوف رسالة الملاك الحارس ليك ايه النهاردة. يلا بينا. فلكسبيليتي، شايفينها كويس. المهم يعني بصي يا برج القوس، رسالة الملاك الحارس ليك النهاردة ان انت محتاج تبقى مرن اكتر. ازاي؟ ان احنا بنوسع مداركنا شوية، ان احنا مش لازم كل حاجة تمشي على مزاجنا، مش لازم كل حاجة تمشي بنفس الطريقة اللي انا عايزها. انت محتاج تبقى مرن اكتر، زي الشجر كده. الشجرة بتبقى متجذرة جدا في الارض، بس مع الريح او اي عاصفة بتقعد تميل وتروح وتيجي، فعشان كده ما بتتقطمش. لكن لو في مثلا حاجة صلبة او زي مثلا عمارة او كده، ممكن من قوة الرياح ممكن تهدها تماما. فاهمني؟ فانت محتاج ان انت تبقى يا برج القوس مرن شوية مع الاحداث. ولو مثلا انت في علاقة عاطفية، محتاج يعني ما تبقاش متمسك بآرائك وكل حاجة تمشي على مزاجك. انت محتاج ان انت تقابل الشريك في نص الطريق، ولا رأيك ولا رأيه، لازم تلاقوا حاجة مختلفة. وواضح ان الشريك ممكن يكون حد مختلف، ده معناه ان انت ممكن تكون قابلت حد اصلا مختلف تماما ليك. للناس اللي في علاقات عاطفية مختلف عنك، او مختلف عن التايب اللي انت دايما بتقابله. فده مخليك متبرجل، مش عارف تفهمه كويس، لان هو مش زي اي حد انت قابلته قبل كده. فانت محتاج تبقى فلكسبل معاه شوية ومرن معاه، عشان تعرفوا تتفقوا او تعرفوا تبقوا يعني في منطقة كده. لغة تالتة، في حاجة اسمها اللغة التالتة، ولا لغتي ولا لغتك، لغة تالتة احنا بنتكلم فيها، هي دي اللي بنتقابل فيها. ولو في الشغل محتاج برضو ان انت ت... تقلل من عندك، ومش كل حاجة برضو لازم تمشي على مزاجك. انت محتاج تبند شوية كده مع الامور، تمشي مع الفلو، تشوف اللي ده. مش لازم تبقى متعصب متنرفز عايز تسيطر عايز تتحكم، كل حاجة تمشي على مزاجك. وممكن لو في جايلك، ممكن يجيلك في الفترة الجاية دي زي نوع من الشغل انت كنت عمرك ما تتخيل انك تشتغل ده. فانت لما بنبقى فلكسبل بنبقى اوبن للامكانيات او الامكانات او للعطاء اللي ربنا عايز يديهولنا، وبنشوفه بطريقة صح. ان حاجة جايالي ممكن يبقى ليها خير ليا قوي، بس لو انا عنيد ومتصلب على رأيي ومش راضي اغير وكده، ممكن اخسرها. لكن لو انا مرن في ارائي، ممكن ابص للموضوع بمنظور تاني، ممكن تبقى حاجة انا لا اعلم عنها شيئا، او شغلانة انا معرفهاش قوي، بس هي دي تبقى المجال اللي انا هكمل فيه، او حاجة اللي فيها خير ليا. تمام؟ ويجيلي منها وفرة مادية، وفرة في النجاح، في كل حاجة. فانت محتاج يا برج القوس انك تبقى مرن اكتر في الابروتشز بتاعتك. بس لكن العند مش هيقضي بحاجة غير مشاكل، والمشاكل محدش بيكسب فيها، كله بيخسر. تمام؟ فهو مش لازم ان انت تفضل ان انا اللي هكسب، لا، ولا انت ولا الطرف الاخر يعني تقابلوا في نص الطريق. بس ونصيحة ليك، ان هو بيقولك ان الفايبس بتاعتك هي اللي بتتكلم عنك. يعني بمعنى ان انت العالم اللي بره هو اللي جواك. يعني انت لو بتقابل صراعات كتير في حياتك الخارجية، يبقى انت من جواك عندك صراعات. لو بتقابل غيرة من الناس اللي حواليك، يبقى انت محتاج تحب نفسك اكتر، محتاج ان انت تقدر نفسك اكتر. وده معناه ان في حاجات شايني جواك، هما الناس بس شايفينها وغيرانين منها، وانت الوحيد اللي مش شايفها. فمحتاج تبص عليها اكتر وتحب نفسك اكتر. فخلي بالك ان اللي جوانا هو اللي بيحصل برانا. بس يا برج القوس، قولولي في التعليقات انتوا بتتعرضوا لايه، وانتوا عندة لأي حد ماشي؟ يلا باي باي.